بقى اللهم بارك. ادي الكلاوي يا جماعه بالفلفل بالبصل كل ده. بصوا بقى كده عشان ايه الكاميرا بس ايه عشان الاضاءه. بصوا كده اللهم بارك اهي. طبعا معانا بقى اي مكرونه يا جماعه. بصوا اهي مش معجنه ولا اي حاجه خالص. بصي معانا ازاي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله اهي يا جماعه. الطريقه دي حلوه جدا ولا منها مسلوقه ولا منها ايه بصلصه. عايزه تعمليها كده زي الاندومي. بصي لو عندك اطفال عايزينها اعملها لهم. طريقتها سهله وبسيطه. عايزه تحطي حبه ملح عشان تقريبا وانا بصور ما حطيتليش ملح مع الماجي فدقتها لقيتها لسه محتاجه حبه ملح. احط بقى حبه ملح بعد ما احط الماجي. احط الملح لما اجي ادوقها. بصي بقى كده اللهم بارك ولسه سخنه وبتفضل سخنه فتره طويله يا جماعه لحد ما تخلصوا تقريبا الطبق بتاعكم. بصي كده اهي يا جماعه لحد ما تخلصي الطبق بتاعك بيبقى لسه سخنه. تعمليها بقى اندومي بدل ما تعمل باي نوع مكرونه بتبقى حلوه جدا. مش شرط مكرونه سباكيتي ولا الكلام ده كله. انا بعملها سباكيتي او صغيره او اللي هي الهلاليه او اللي هي الاقلام بتبقى رهيبه. ماشي اللهم بارك. حتى جوه اخر الليل جوه مثلا انا جعانه اخر الليل جعانه بالنهار ممكن اعملهم حبه سلطه وخلاص خلص الموضوع. مش لازم يبقى لحمه ولا فراخ ولا الكلام ده كله. تمام كده. بصي كده ادي بقى دي الكلاوي يا جماعه اهي. تمام كده. بيبقى طبعا فيها دهون مع حبه الزيت الكلام ده كله. كانت مطلعه كميه رهيبه من الزيوت فانا صفيتها شويه مش كل الكميه طبعا ان يبقى غلط. بصي كده اللهم بارك اللهم بارك. كلاوي بقى مكرونه عايزه بقى تعملي كبده عايزه تعملي ايه اللي انت عايزاه خالص. بصي عايزه تعمليها بصلصه بقى خالص اعمليها بس عشان ما تعجنش معاكي عشان انت مش هتبرديها. احطي زودي الميه يعني ما تبقاش الميه متقدره قوي على القد عشان خاطر لما تيجي تحطي ما تبقاش معاكي المكرونه قفشت مع بعضها. وحطي زيت ده اهم شيء يا جماعه. حطي الزيت كانك هتعملي مكرونه عليه مع التوابل بقى مع الملح مع الصلصه مع كل الكلام ده هتطلع لك ما شاء الله اللهم بارك اهي يا جماعه.